خشبة وقبنا انها تتصلح بنو اللوتس. اهلا، يلا نسوي انبوكسنج لغلاية كودكس. الصراحة أكثر ميزة شدتني فيها وكنت محتاجة إنها هي منظمة التدفق، لأني حرفيا أعاني ومرات أبغى أستخدمها عشان أسوي شاي أو أي مشروب غير القهوة، بس بسبب قطعة البلاستيك الموجودة داخل يكون الماي بطيء ويطول، وأضطر أشيلها أو أنتظر لفترة طويلة. هذه غلايتي القديمة، الصراحة كانت خربانة وتسرب ماي، بس تو تصلحت وما كنت أعرف إنها تتصلح. وهذا القمع والسيرفر، اخترت اللون الأسود لأن كل أشياء القهوة عندي سودا. طلبنا دونات باللوتس والقيمات بالجبن واللوتس، وما توقعتنا المكس يكون لذيذ مع بعض. والحين يلا نسوي آيس كريم. عندي هذا المحصولين بس بختار روست لأنه الألذ بالنسبة لي. هنا كنت أحاول أشغلها وكنت أسوي نفس غلاية القديمة، أحدد الحرارة بعدين أشغل، بس طلع ما يحتاج، هي تسخن من نفسها بس نحدد الدرجة. بعدها حاولت أضبط الإعدادات. تطلع لنا خيارات، الخيار الأول بيكون الصوت نسكره أو نشغله، وبعدها إعداد تثبيت درجة الحرارة وحتى نثبته أو نسكره، وآخر شي درجة الحرارة نختار سيليزية أو فهرنهايت. بعد ما أحط البن أصب صبتين، بعدين أضيف باقي كمية البن وأكمل آخر صبتين. أحب أقسم البن على مرتين وأربع صبات لأنه بالنسبة لي تكون الإيحاءات أوضح، وبعد أحب طعمه أكثر كذا، وأعتمد الرشيو 16. طلبنا عشاء من واحد من المطاعم المفضلة، وصرنا يومين بس نولع الشموع هذه ونتأكد من ريحتهم. واحدة منهم آيس كريم فانيلا والثانية لافندر، بس اللافندر ما فيها ريحة على عكس الثانية ريحتها واضحة. شوفوا هنا تسريعة كنت أنقلها وانكسرت الخشبة، وجبنا خشبة ثانية وبعد انكسرت وهذه الثالثة. هنا أبوي أخذ مقاسات عشان أعلق المراية على الجدار. لأنكم تحبوا فيديوهات الانبوكسنج، أبوي طالب مني أسوي معاكم انبوكسنج لتلفونه، فيلا نفتحه مع بعض. لا تركزوا على الخلفية، ما كنت مستعدة أصور، وأبوي قال لي أحط على لوحة السينيور من ورا، فعشان كذا بتشوفوا كتابات مكتوبة. وأخيرا آخر انبوكسنج لليوم، مشتريات الصيدلية. في شي مكتوب عليه فري، فأحس جاني فضول أعرفه إيش. زعلانة شوي لأنه ما عنده فيوسيدين وأنا عاملة كأنه ماي، نستعمله واجد، ما نستعمله واجد، بسرعة يخلص منها. شوف اللي عندي كيف. طلبت هذا المرطب، هو لوشن بس جيميناي قال لي إنه استعمله بدل الكريم. قبل كنت استعمل كيوفي، وأكبر فرق لاحظته بينهم إنه واحد منهم سايل والثاني ثقيل. بعد سألت عن واقي الشمس هذا ومدحه لي، الصدق إنه ريحته واجد حلوة، وأحس بعتمده من كثر ما عجبتني ريحته. ترى كل ما أبوي طلع لازم يجيب لي شاي، لأني حرفيا مهووسة شاي، وحتى 10 مرات ممكن أشربه لأنه مشروبي المفضل. الشي المجاني طلع غسول للفم، بس ما عرفت أفتحه. هذا كان فيديو اليوم، بشوفكم في الفيديوهات الجاية، ويمكن بيكون في اختلاف قليل في المحتوى الفترة الجاية. لا تنسوا تشتركوا في القناة. في أمان الله.